ممكن ما تجيبش سيرة امي؟ ليه؟ سلسبيل؟ ما انت ابوك انت التاني. ابويا لا، سيب الميتين في حالهم عشان ما طلعش سلسبيل يبقى ما تجيبش سيرة امي. احنا ولد الشمس واللي يجي علينا ما يسلمش، احنا بنخوف يابا ما نخافش. ان يرجع في كلماته يصبح عيالا صغيرا ملوش كلمه. مالك يا بنت ما تنطقي؟ وحشتني. يلعن ابو شكلي. قال انك تحب حد هو ان انت تفكر فيه طول الوقت، وانا بفكر فيكي طول الوقت. جه في النص قال لك اغاروا عليها من ثيابها. قومي اقلعي معلش. اندال اندال شنبح شلهره بندال. بص لي مين حبيب اخوك؟ مفتاح. مين؟ مفتاح. لا ده خليك معايا بالله. الدوام لله. الطيف مات. صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي. بتخوني في اوضتي يا علاء. اخونك مع مين يا حبيبتي؟ اخونك مع مين؟ ده يوسف الساعة 5 الفجر. شفتي قله الذوق؟ مش احنا بنعد كده؟ انا بمسح كده بقى. يا ساتر. ان شاء الله اجيلكم بقى يوم من اوله ونعملها تاني. يلا ساره يلا نمشي. عدي شيلي البتاعه دي بقى. من شاب عادي بيضحك الناس في الشارع لكوميديان وممثل مكسر الدنيا. دي مش حكاية حد بيجري ورا النجومية ولا كان بيفكر فيها، دي حكاية واحد المجال هو اللي فتح له بيبانه، ابتدى بخطوة بسيطة وكمل بمشوار كله نجاح. واحنا النهاردة مش بس هنعرفكم عليه، كمان هنكشف سر الطاقة اللي خلت الناس كلها تستناه. ازاي طه الدسوقي الشاب البسيط بقى ممثل وكوميديان محبوب، وازاي قدر يخلينا نصدق انه نديم الشاب المتوحد وفي نفس الوقت نصدق انه مفتاح ابن البلد الشعبي، وازاي بقى بيغير جلده من دور للتاني كأنه ممثل بقاله سنين. الرحلة دي تستاهل نعيشها من أولها مع طه الدسوقي. طه محمد دسوقي اتولد 24 سبتمبر سنة 1992 في مدينة القليوبية، ودرس في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ودخلها لسبب غريب جدا. فانا فاكر ان انا اخترت حقوق بصراحه عشان بصي هو قصه بتضحك شويه، بس والله العظيم انا ما كانش قصدي. انا وقتها كنت لسه شايف فيلم ملاكي اسكندريه، وكان عاجبني المشهد بتاع استاذ احمد عز اللي هو بيترافع فيه ده. بس لما دخل الكلية حس انها مش بالسهولة اللي كان متوقعها، وكان بينجح فيها بالعافية، وعرف ان دخول الكلية دي كانت سذاجة منه. وما كنتش عارف ساعتها ان انا كنت عايز ابقى ممثل، يعني ما كنتش عارف ان ده مشهد تمثيلي، فانا المفروض اخش معهد فنون مسرحيه. مش كنت متلخبط الصراحه. الفترة دي كان متلخبط في حياته لانه لقى نفسه في مكان مش حاسه، لكن ما وقفش مكانه وقرر يدور على شغفه وجرب كذا حاجة. لعبت جيتار شويه وطلعت فريق الكورال، بعد كده طلعت فريق المسرح، بدات اعمل ستاند اب كوميدي، والاول مره ابقى حاسس ان انا بعمل الحاجه اللي انا مبسوط وانا بعملها وفي فيدباك حلو. وقتها بقى وهو على المسرح حس انه لقى نفسه خلاص، وهي دي الحاجة اللي كانت بعيدة عنه واخيرا لقاها، فقرر انه يكمل فيها مع الكلية. بعد كده الموضوع كبر شوية مع طه ودخل في فرقة زائلت مع مجموعة من صحابه سنة 2019، وبسبب ان طه كان ناجح جدا في مجال الستاند اب واثبت نفسه فيه، اتعرض عليه اول فرصة للتمثيل في مسلسل لعبة النسيان. المسلسل كان بطولة دينا الشربيني سنة 2020، وده السبب اللي خلاهم يختاروا طه يعمل اعلان مع الكوميديان الكبير سمير غانم سنة 2021. بس اسمك ايه؟ طه. شوف يا سيد. وشويش. الاعلان فكرته بسيطه جدا. حضرتك في عصابه هتخطف ايمي. وده كان تاني ظهور لطه على شاشة التلفزيون، والناس خدت بالها منه بعد الإعلان. وبعد النجاح اللي حققه طه في مجال الكوميديا وبقى ليه جمهور كبير جدا بيحبه، بدأ المخرجين ياخدوا بالهم منه، وساعتها جات لطه تاني فرصة تمثيل سنة 2021. عمل وقتها دور علاء، بس كان دور كبير شوية مش لقطة، وده كان في مسلسل في بيتنا روبوت. دي استقالتي برجاء التفضل بقبول استقالتي انا علاء، يعني انا همشي من الشركه، مش هتشوف وشي تاني. ساعتها طه نجح في المسلسل بسبب دمه الخفيف ومشاهده اللي كانت على طول بتضحك، وبقى ليه جمهور كبير كمان بيستناه على التلفزيون. وبعدين بدأ أدوار طه تكبر في المسلسلات، وجاله تالت دور، وفي نفس السنة عمل دور حسن في مسلسل موضوع عائلي. ساره يعني انت تكتب يا حسن ومن غير ما تفكري. اسود امي. الدور ده كان ليه تأثير كبير على شهرة طه، والمسلسل اتعمل منه جزء تاني سنة 2022، وبعدها اتعرض على طه في نفس السنة برضو أول دور ليه في السينما في فيلم فرق خبرة. انت متاكد ان هي جايه؟ ايوه يا عم، هي كانت حاطه ستوري على انستجرام قالت ان هي جايه.
الفيلم شارك فيه بدور هيثم مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي، وكان فيلم شبابي والناس خدت بالهم من طه بسبب أدائه المختلف. وزي ما احنا شايفين ان سنة 2021 كانت سنة مهمة ليه، لأنه شارك في أعمال كتير جدا في السنة دي، منهم أدوار بسيطة وأدوار عرفت طه للجمهور، لحد ما جت سنة 2024 اللي أخد فيها طه الدسوقي الدور اللي غير حياته، وعمل أول بطولة مشتركة مع غادة عادل في مسلسل اسمه حالة خاصة. بقول لك يا روح القلب، انت عارف مكتب من غيرك مضلم كحل. وانتوا بتشتغلوا في الضلمه ازاي؟ المسلسل كان عبارة عن 10 حلقات بس، ومن أول حلقة المسلسل كسر الدنيا، لأننا شفنا طه بشخصية جديدة، شاب مصاب بالتوحد، والدور ده كان تحدي كبير قوي لطه، واللي ما كانش متوقع إن طه ينجح فيه بالشكل ده، نجح بشكل مش طبيعي إنه يجسد تفاصيل التوحد كأنه حقيقي. ونقدر نقول إن المسلسل ده كان نقلة حقيقية في مشواره الفني، وسبب كبير في حب الناس ليه. بعدها شفنا طه في مسلسل بطولته هو وأحمد مالك في رمضان 2025، مسلسل ولاد الشمس. مين حبيب اخوه؟ مفتاح. مين بيحمي اخوه؟ ولع. ومين يلعن اخوه؟ ماج. مسلسل شعبي مليان دراما، وده خلى الناس تحبه لأنه شبههم، خصوصا اللي في المناطق الشعبية. بس من أكتر المشاهد اللي سابت بصمة في قلوب الناس هو مشهد موت مفتاح في آخر المسلسل. المشهد ده كان صدمة حقيقية لكل اللي بيتابع المسلسل، مش بس عشان شخصيته في المسلسل كانت حلوة، لكن كمان طريقة موته كانت مؤثرة قوي وخلت المشهد ده يعلم في قلوب الناس. وآخر حاجة قدمها طه فيلم سيكو سيكو، الفيلم ده بطولة مشتركة مع عصام عمر. وقف على كراعيك عدل يا ما احنا لو عارفين ايه الكراعيك دي هنعمل اللي انت بتقوله. طه وعصام كانوا عاملين ثنائي كوميدي حلو قوي، والكيمياء بينهم باينة، وتحس انهم صحاب بجد، وده اللي خلى الضحك يوصل للجمهور بسهولة. وطبعا طه معروف بخفة دمه، واللي بانت اكتر في الفيلم، يعني نقدر نقول انه قدم دور حلو ورجعنا نشوفه في الكوميديا تاني، اللي بيعرف يعملها بمهارة عالية بعد الاعمال الدرامية اللي قدمها. حياة طه الدسوقي ما فيهاش اي نوع من انواع الدراما، سواء في خناقات او مشاكل بينه وبين اي حد ولا حتى الجمهور، لانه دايما كل كلامه وتصرفاته رايقة وباحترام، سواء في شغله او في حياته الشخصية. لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون حصلت له ان الجمهور قارن بينه وبين احمد حلمي، لكن طه كان شايف المقارنة دي بشكل تاني. فعلا مفيش حد شبه التاني، فالناس فعلا بتحب تقرب الحاجه لاقرب حاجه ليها. هي مسؤوليه كبيره جدا ان انت تشبه بحد خبره كبيره جدا وفنان كبير جدا وجمهوره كتير جدا، بتبقى مسؤوليه كبيره قوي عليك ان انت فبفرح على قد ما بفرح على قد ما بخاف من المسؤوليه. وده بيبين انه مشتري دماغه، وحتى ردوده على الناس دايما بسيطه ومحترمه ومليانه تواضع. نيجي بقى لحياته الشخصيه، هو من النوع اللي مش بيتكلم خالص عن عيلته مع الصحافه او في الاعلام، بس قال قبل كده انه اصغر واحد بين اخواته، وقال ان والده توفى من فتره وده مأثر فيه جدا لحد النهارده، وكتب عنه كذا مره على الانستجرام بكلمات كلها حب ووجع. ورمضان اللي فات نشر كلمات حزينه جدا بيدعيله فيها وبيفتكره في كل لحظه. كمان فقد عمه محمد دسوقي في سبتمبر 2023 ونزل بوست يطلب فيه من الناس تدعيله. في حياته العاطفيه، طه اتجوز في اغسطس 2023 ومراته اسمها نادين، وعمل وقتها فرح بسيط مع الاهل والصحاب. نادين مراته مش من الوسط الفني لكنها قريبه منه، وكل اللي نعرفه عنها انها من اصل ارماني، وبتشتغل ستايلست ومصممه ازياء فرقه زائلت اللي طه شغال فيها. يعني مش بس مراته، دي كمان شريكه في نجاحه، ودايما بيقول انها اكتر حد بيساعده وبيثق فيها وفي رايها جدا. يعني العلاقه بينهم مش بس حب وجواز، دي كمان دعم وشغل ومشاركه حقيقيه. وفي النهايه نقدر نقول ان طه مش مجرد ممثل بيضحكنا، لا ده توليفه مصريه اصيله جامع بين خفه الدم وعمق الاداء اللي صعب تلاقيها في اي حد. ومش بس كده، ده كمان اتمسك بحلمه وما استسلمش لحد ما حقق نجاح ناس تانية قعدت سنين وما قدرتش توصل له. طه مش بس ساب بصمه في الفن في فتره قصيره، ده كمان ساب بصمه في قلوب المصريين. فمش هنقول النهايه، لا هنقول لسه في ضحك جاي، لسه في ادوار جديده هنستناها، ولسه عند طه الدسوقي اللي كل يوم بيثبت ان الكوميديا المصريه لسه فيها جديد ومختلف.